السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنخش على أهم جزء في لغة برمجة الشرطيات. لو فهمت إف وإلز هتعرف تتحكم في برنامجك وتخليه يفكر زيك بالظبط. نبدأ على طول. يعني إيه شرطيات؟ بص يا صاحبي، الكمبيوتر غبي شوية، ما بيعرفش ياخد قرارات لوحده. أنت بتقول له لو حصل كده اعمل كده، ولو ما حصلش كده ما تعملش كده أو اعمل حاجة تانية. وده بالظبط اللي بيعمله الإف والإلز. تعال ناخد مثال بسيط مثلا عن الإيدج مثلا. تعالى ده طبعا الحلقة اللي فاتت عن المقارنات. لو مشفتهاش روح اتفرج عليها وتابع السلسلة، عشان هنعمل في آخر السلسلة دي مشروعات كتير جدا. والنهاردة كانت الحلقة زي ما قلتلكوا عن الشرطيات، وهناخد حاجة بسيطة كده. هقول له عن مثلا، هقول له إن إكس مثلا، خلينا نسميها إيدج عشان تبقى ماشية معانا. إيدج بيساوي مثلا 25. أقول له بقى ساوت، أقول له إف أول فده قوس إيدج. قبل الإيدج طبعا دي لها طريقة كتابة خاصة شوية. بتفتح بص تقفله تاني وتقوم داخل هنا هتقوم قايل له إيدج. هي مش صعبة طريقة كتابتها. أكبر من مثلا 25، تمام. بتقوم جاي هنا مثلا، أو خلينا نقول له مثلا أكبر من 28 بس، وأقوم نازل تحت أقول له ساوت، طبعا الاختصار. وبعد كده بتدوس على تاب عشان تعرف تجيبها مرة واحدة كده. وهتقوم داخل مثلا تقوم قايل له لو هي فعلا كده خليها ترو، وأقوم نازل هنا وتقوم قايل له إلس، وتقوم فاتح بص كده وتقوم قافله تاني، وتقوم قايل له مثلا خليها فولس. خليها كده الراندوم كود ده، شوف هيطلع ايه. طبعا انت حاول تفكر فيه، هيطلع فولس. ده كلام مظبوط. دي حاجة بسيطة كده مخدتش مننا دقيقة يعني. خلينا بقى نعمل حاجة أكبر، حاجة فيها تفكير مثلا. وليكن خلينا مثلا قلنا نعمل معاكم برنامج، تمام. وليكن مثلا بيحسب، هقول لك أنا. خلينا مثلا نقول نعمل برنامج عن مثلا لو الطالب جاب 90 يقول لنا ده ممتاز جدا، لو جاب 75 مثلا يقول لنا ده جيد جدا، لو جاب 50 يقول لنا ده مقبول مثلا، ولو أقل عن ال50 يقول لنا ده راسب فاشل يعني. تمام. خلينا نبدأ زي ما قلت لكم. إيه هنقول له؟ ال- الجيران بتساوي، وليكن خلينا نقول مثلا جاب 5، لو جاب مثلا 80. وهنقوم نازلين هنا هنقوم قايل له اف، أعمل كده. طبعا زي ما قلت لكم تقوم جاي هنا كده، وهتقوم قايل له، تقوم فاتح زي ما قلت لكم عشان دي لها طريقة كتابة خاصة شوية. وهتقوم قايل له هنا الجراند، الجريت ولا إيه؟ جريت، ثانية واحدة. طبعا هنا خليت حطيتها دي، هنقوم قايل له مثلا لو هي أكبر من أو بتساوي 90. خليها بقى نقول له جواها كده ساوت، مثلا قول لي إن هي مثلا، هنكتب عبد ممتاز، تمام كده. طبعا في ايرور، ليه ايرور هنا؟ مش شايلين دي طبعا عشان لازم تبقى جوه. طبعا هنروح حاطين هنا ثانية واحدة بس كده، كده الايرور راح على طول. هنقوم جايين بعد كده، طبعا أنا قلت له هنا لو هي جاب 90 أو بيساوي 90 يديني كام ممتاز، ولو جاب هقول له بقى else if. بعدها هو على طول هنقوم قايلين له else. تعالى هنكتب هنا بقى، عشان كده هو عرف إن الكود لغاية هنا. أو بقى أنا هكتب كود زي ما له else if، افتح القوس. طبعا تعالى
بس كده نقوم داخلين جوه القوس ده، نقوم قايلين له ايه بقى؟ فلازم نقول له ان اكبر من او بيساوي، خلينا نقول بقى 75 مثلا، ونقوم جايين هنا نعمل له يساوي، نقول له خلي لي جيد جدا، ممتاز كده. بعد كده هنقوم قافلين، طبعا هو مقفول اهو، بسيطة جدا طريقة الكتاب. طبعا أنا مش عايز آخد كوبي لأن أنا عايزك تمشي معايا خطوة بخطوة. أنا قادر أخلص لك الكود ده في مفيش، بس أنا بحاول أوقع نفسي ليه؟ لأن أنت طبيعي كل ده هتقع فيه، فبحاول أفهمك إن دي يعني حاجات إيه بديهية، طبيعي تقع فيها، مش موضوع يعني. هنقول له إلس تاني بقى، إلس إف فاتح القوس، تمام، حاطط له، هنقول له إيه بقى جوه القوس، ثانية واحدة، ده قايل له بقى لو، هنقول له دلوقتي إلس إف جديد لو أكبر من أو بيساوي 50، تمام، اطبع لي إن ده مثلا مقبول. خلينا نيجي هنا، طبعا بقى عايزين، طب لو هو إيه راسب بقى اللي هو خلاص سقط، طبعا هنا بقى التركاية إن هنا مش هنقوله بقى إيه إلس إف، هقول له إلس بس، ولا مش هفتح كمان قوسين، حط بس قافلينها، هقول له هطبع على طول، هقول له مثلا خلينا بقى نكتب له راسب. طب واحد هيقول لي هنا في نقطتين، واحد هيقول لي طب ليه ما حط، اقول له لو هقول له هو كده كده هاخد مكان على الفاضي، هاخد حيز، الجملتين اللي هتكتبهم دول بياخدوا وقت مع عمال ما الميموري يترجمهم جوه في الجافا، في اي طبعا في اي لغه يعني، بتاخد وقت عشان تترجم وترجع لك الكلام ده، فانا بنجز. طبعا انت مش هتحس الكلام ده لو كتبتها لك، هتلاقي بينجز برضه، ليه؟ لان ده كود صغير مهما كان برضه ده، لكن انت لما تيجي تشتغل في شركه الكلام ده كله هيفرق. كمان برضه الحلقه الجايه هقول لك على الميثود دي بتنجز معاك. تعالى مثلا كده لو رنينا تاني حاجة، اللغة العربية، هو يقول لي هو بيقبل لغة عربية، هقول لك ده لا، هو البرنامج لو دخلنا له بص لغة عربية في أي مكان هيرفضها ثانية واحدة. إيه ده أنا مش فاهم حاجة، فاهم؟ فلا، هو قابلها هنا ليه بقى؟ عشان أنا داخل بكتب جوه جملة طباع دبل كوتيشن، هي الدبل كوتيشن دي دخل فيها أي لغة أنت عايزها. تعالى كده رن وهوريك الكلام ده، أو طلع لنا فولس. طلع بص بقى، هو هنا ودي أنا قلت لك عليها، هو أنا ده طلع نتيجة طب التاني ليه؟ لأنها بالإيه؟ بالعربي. تعالى هنا هنقوم جاي امسح دي وليكن خليها ثانية واحدة بير فيك، حلو حلو، رن كده الكلام طبعا ثانية واحدة عشان تظبط. لا دي مثلا نقول له أي حاجة مثلا مش هتفرق دلوقتي، أنا عايز بس أوريك إن الكود شغال. إن شي مثلا، طبعا أنت في الشركة مش هتكتب أي كلام، أنت لازم يبقى ليك كلام منظم وكده. كتب لي ده دبليو دبليو دبليو، طب دبليو دبليو دي تبع إيه؟ حطيناها فين؟ حطيناها ما بين، هو دلوقتي شاف الناتج 80، قال لك لا ده كده هيجيب زي جيد جدا، تمام، بس كده. دي طبعا حاجة بسيطة برضو يعني، بس مهمة جدا. طبعا حاجة في ناس كتير أوي بتقع في الغلطات دي، مثلا ينسى الأقواس، ينسى ليه يعمل سيميكون وبعد إف، كتابة الشرط غلط مثلا، غلط بين إيكوال ويكتب إيكوال واحدة، حلو. في الآخر لو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك في القناة، واستناني الحلقة الجاية نتكلم عن السويتش أو الحلقات
كل تحبه أبدأ بإيه. بس عايز أقولك على حاجة، سويتش هي نفس اف، بس هي أسهل شوية، أسهل وبتوفر في الميموري. وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير.